التمثال لسه محتفظ بجماله كأننا في نفس العصر اللي اتنحت فيه. فعلا يا سينو، التمثال حلو قوي. غير تمثال الملك رمسيس الثاني يا سينو، أنا قريت إن المتحف هنا بيضم آثار مصرية كتير قوي، منهم الكنوز الكاملة للملك توت عنخ آمون. ثانية واحدة، انتوا ليه محسسين انكم أول مرة تيجوا هنا؟ مش المفروض هنا قابلتوا الملك رمسيس وبدأت المغامرات؟ لا يا سينو، التاني متحف الحضارات. أنا خليت بابا جابنا هنا مخصوص عشان فكرة طقت في دماغي، وقلت فرصة إنك موجود. كل أفكارك مجنونة يا يحيى. مش كل الجنان وحش يا سينو، أنا اتعلمت من المغامرات اللي عشتها. الأفكار المجنونة أحياناً بتبقى لذيذة، فكرة تخليك تبتكر، وفكرة تخليك تجرب حاجة جديدة وتبقى أشجع، لحد ما تثبت لكل اللي حواليك إن جنانك ده هو عين العقل. يا سلام، يعني انت بقى يا يحيى جايبنا هنا عشان تثبت لنفسك انك عاقل ولا مجنون؟ أنا جاية هنا عشان أجاوب على سؤال جه في بالي. طيب قولي السؤال وانت عارفني عبقري وأقدر أجاوبك. استنى يا سينو، سؤال ايه يا يحيى؟ كلمة السر، الكلمة اللي دايما بقولها وأنقذتني في مغامرات كتير. هل هي مرتبطة بالمكان اللي هو يعني متحف الحضارات، ولا مرتبطة بالملك رمسيس الثاني سواء كان موميا أو أي تمثال ليه، ولا مرتبطة بوجود آثار من مصر القديمة في أي مكان في عصرنا؟ وصلت لإيه يا يحيى؟ أنا جاي هنا عشان كده يا سينو، عشان أجرب وأوصل. اتروعا اتروعا. أخيراً. كده خلاص مش هشوفكم تاني. أكيد هنتقابل تاني يا سينو. وده نسختك من كتاب مغامرات يحيى وكنوز. هحتفظ بيه لحد ما نقوم بمغامرات تانية. قريب قوي هنشوفك تاني.